بريسلي كان طفل فقير ما كيملك الا حذاء ممزق، واصبح من اشهر وابطال فنون القتاليه واحد مؤسسين فن الدفاع عن النفس. كان بروسلي كيقضي على الخصم ديالو في الجزء من الثانيه، وكان اكبر عضو المافيا حول العالم. وملي داولوا الناس البطوله ديالو ولا مخرجي هوليوود كيقلبوا يخدموا معاه، ولا بارع في القتال والتمثيل. كيفاش وصل بروسلي للعالميه في عمر صغير، وفي الوقت اللي كان مازال شاب صغير دخل النجوميه من اوسع ابوابها، ولا نجم عالمي معترفين به مخرجين هوليوود. ولد بروسلي عام 1940. كان الاب ديالو واحد الراجل فقير كيتقاتل مع الفقر. عايش بروسلي حياه بائسه في الطفوله ديالو. كان بروسلي كيجمع الحطب باش يشري صباط وبدله رياضيه باش يدخل مدرسه فنون القتاليه اللي كان كيراقبها من بعيد، وكيمشي كيطبق كلشي اللي شاف في الغابه بلا ما يشوفوا حتى واحد. واحد النهار شافوا واحد المدرب كيدرب في الغابه وهو يعجبو، وضموا التلاميذ ديالو، وتدرب بريسلي على جميع الفنون القتاليه. مره من الايام بريسلي جاتو فكره يأسس مدرسه الخاصه به في الفنون القتاليه. خطوه مورا اخرى بريسلي حقق الحلم ديالو وأسس المدرسة الخاصة به، وتزوج بريسلي بالصديقة ديالو اللي تعرف عليها أيام الدراسة، سميتها ليندا إيميري، وتزاد عندهم ولد وبنت. وكيقول بريسلي الملقب بالتنين الصغير كيقول عبارة: يظن الناس أن الماء رمز للضعف، لكن إن وضعت الماء في إناء فسيأخذ شكل الإناء، ولو وضعته في زجاجة فسيأخذ شكلها، إنه بلا شكل ولا يمكن تحطيمه، لذلك عليك أن تتكيف أن تكون مناسبا كالماء. وبفلسفة بسيطة هذه بنى بريسلي نظام قتالي متكامل في الدفاع عن النفس. وصول بريسلي لهذه المكانة ما كانش من الساهل. كان بريسلي كيحلم يسافر لأمريكا وتكون ليه تما المدرسة الخاصة ديالو في الفنون القتالية. ومن بعد ذاك الوقت كيكافح بريسلي من أجل تحقيق الحلم ديالو. وملي وصل لامريكا كانوا الناس والشباب اللي في عمر ديالو كيتنمروا عليه حيت هو صيني وقصير والملابس ديالو في حاله لا يرثى لها. من بعد سنوات قليله علم بروسلي الامريكان درس ما ينساوش وانتقم من اللي كانوا كيتنمروا عليه، ولكن في الشجاعه ديالو ولا كلشي كيعرفو، وطلب منه احد مخرجين هوليوود يدخل التمثيل. وهنا انتقل بروسلي للشهره وحقق ارباح كثيره. ملي بدا بروسلي البطولة ديالو في هوليوود شارك في مسلسلات تلفزيونية مثل ذا كرين هورنيت، وبه أصبح أكثر شهرة وحقق النجاح ديالو وحقق الانطلاقة ديالو في المسيرة ديالو في التمثيل. ولا بطل أفلام الرئيس الكبير والاتصال الصيني وقبضة الغضب وطريق التنين ولعبة الموت التي كانت آخر أفلام ديالو. كان بروسلي كيخرج بالليل باش يقضي على العصابات واللصوص كما كيدير في الأفلام والمسلسلات الخيال. دير مجهود كبير باش يساعد الناس اللي كتعرض للظلم والسرقة، حتى جا واحد النهار اللي تلاقى مع عصابة المافيا، وتما بدات المعركة بين بريسلي والمافيا، وخداوه كهدف ليهم ولاو كيحاربوه وحاولوا يقتلوه بزاف د المرات، ولكن ما عرفوش باللي اللي كيتقاتل ضدهم هو واحد من اقوى ابطال الدفاع عن النفس. وهنا كمل الجزء الاول من قصة البطل بريسلي. الا بغيتوا تعرفوا اشنو وقع عليه في الاخير وكيفاش تقتل وكيفاش كانت النهاية ديالو تابعوا الجزء الثاني، وما تنساوش الاعجاب بالفيديو والضغط على الجرس باش يوصلكم اي جديد.